السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا جماعة في هذا الدرس الجديد على قناة أبو العراق. بهذا الدرس الجديد راح نتعلم طريقة تثبيت الجيل بريك السيديا على iOS 7.0.4 أو iOS 7.7.0 وصاعدا للرابع. طبعا هذا الجيل بريك نازل من أسبوع تقريبا، واليوم حدثوا أصحاب الجيل بريك هذا موقعهم. كان ما يتمكن على الايباد 2، حاليا حدثوه صار ينزل الجيل بريك على الايباد 2 واي فاي، الان متاح على جميع الاجهزة. طريقة تثبيت الجيل بريك طريقة سهلة، لكن اذا كنت مسوي تحديث من الاي او اس 7 من الايباد، يرجع عمل ريستور وتحديثه من الايتونز، لان اذا محدثه من الايباد وسويت جيل بريك حيقف جهازك ويعلق على شعار التفاحة. اذا كنت محدثه من الايتونز طريقة تشتغل 100. اولا نبتدأ بالشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. نروح على الموقع التالي، موقع الجيل بريك الرسمي، سوف اضعه تحت الفيديو. هذا موقع. بعد فتح الصفحة تظهر الصفحة. اذا كنت تملك الماك اضغط على الماك وحمل الملف الجيل بريك، واذا كنت تملك الويندوز اضغط على الويندوز وحمل ملف الجيل بريك. انا حملت الملف، هذا هو الملف. نبتدي بالشرح. طبعا مثل ما تشوفون هذا الايباد، هذا الايباد ما عندي جيل بريك حاليا. طبعا قبل ما تسوي جيل بريك، اذا كنت عندك مثلا من تسجل دخول الايبادك كانت عندك باسورد في الدخول، شيله لان سوي سبب اخطاء في عمل الجيل بريك. مثلا حاليا انا كان عندي باسورد بس شلته. اولا نقوم بعمل الجيل بريك. نفتح ملف الجيل بريك من الكمبيوتر. يظهر لنا هذا، نضغط على الايقونة. نتأكد 100% من انه غالقين برنامج الايتونز. لازم نغلق برنامج الايتونز. نضغط على كلمة الجيل بريك. حمل عندنا الملف الجيل بريك. سأوقف الفيديو يعني بين ما يحمل. طبعا حاليا مثل ما تشوفون تم تثبيت عندنا هاي ايقونة الجيل بريك. طبعا ما نضغط عليها، نعوفها. من البرنامج يقول لنا اضغط على الايقونة، نضغط عليها. حاليا نتركها، اذا ضغطت حتسبب مشاكل للجهاز فتركها. طبعا حاليا هو يثبت، انتظر التثبيت. اوقف الفيديو ونرجع لكم. طبعا مثل ما تشوفون حاليا الجهاز دا يسوي اعادة تشغيل، يعني يطفى الجهاز ويعلق، يطفى الجهاز ويعلق بين ما يتم تثبيت الجيل بريك سيديا على iOS 7. حاليا تطلع لنا tap to continue please unlock your device and tap the new. يعني حاليا بس يعتلق الجهاز عندنا، ندوس على ايقونة البرنامج حتى يشتغل ويانا. انتظر. حاليا بس فتح. نروح على البرنامج، الايقونة نزلت لنا، نضغط عليها. بس نضغط عليها حيتم عمل اشرف للجهاز. ننتظر. آسف بسبب هذا الخربطة في التصوير، بسبب خربطة ببرنامج التصوير. انتظر. حاليا يفتح، يتصل ويرجع، يتصل بالجهاز ويرجع يفصل. حاليا تم. نروح نفتح الجهاز بعد ما نازل سيدي. طبعا
نشوف بعد هالأيقونة بس ما نضغطها بعد، ننتظر هذا يتثبت. هاي تم عمل ريفرش مثل ما تشوفون، نسوي ريفرش للجهاز. طبعا هاي الطريقة كلها مثلا ايفون 4S، ايفون 5، ايفون 5S، ايفون 5Z، تشتغل هاي الطريقة لكل الأجهزة ابل. حاليا نقول انها تمت العملية، نضغط على الاكزت، ننتظر. هاي الاشارة مال تثبيت الجيل بريك. نسوي ريفرش. افتح الجهاز. بعد انتهاء من تثبيت الجيل بريك، اتمنى زيارتكم لنا على قناتنا، صفحتنا على فيسبوك عشاق ابل ابل لافرز، وعلى جروبنا على فيسبوك عشاق ابل ابل لافرز، وعلى قناتنا على اليوتيوب ابل العراق. مع السلامة.